إيه سبب خراب البيوت تحديدا في مصر؟ هل هي محكمة الأسرة؟ هل هو غلاء المعيشة اللي الناس كلها بتشتكي منه؟ ممكن يكون ده السبب في بعض الحالات، بس إيه هي المشكلة الحقيقية؟ بجد كارثة لازم ناخد بالنا منها. طب إيه يا أبو حميد ده واختين؟ ما تدورش كتير، هو الجهاز اللي في إيدك ده. أيوه هو. أنا عايزك تخش في أي تطبيق وتكتب حقوق الرجل كده، تيجي تبص تلاقي كله بيقولك خير النساء امرأة، إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك. وتيجي تبص في البيت ما تلاقيش الكلام ده خالص إلا من رحم رب. تيجي من ناحية المرأة تكتب حقوق الزوجة، تيجي تبص تلاقي ودود ورومانسي وواقف على طول ماسك وردة وبيديها لزوجته. لحد كده المفروض أساسا على الاتنين. تيجي بقى على شياطين الإنس اللي على طول ماسكين لك كوباية مية وحاطين لك لحد نصها مية، ويقول لك دي كرامتك. لو فضتها من الاهتمام بتاعك او الاهتمام بتاعك ما عادش عايز حاجه منك، خلاص انت ما عادلكش لازمه. طب الراجل دلوقتي ليه حق ومظلوم وخايف على كرامته، وهي برضه قصد الكلام اللي لازم أن يبقى فيه مسامحه جوه البيت وبره البيت، سواء مع زوجتك واهل بيتك او مع جيرانك واي حد معاك في الشغل بره. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان جاره اليهودي كل يوم بيأذيه، لما غاب يوم واتنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سأل عليه، لقى مريض وراح زاره. صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى عليه.